ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكوني بخير. عارفة اللحظة اللي بنبقى قاعدين نايمين فيها كده على الكنبة مأنتخين وعارفين ان في كوم غسيل قاعد مستنينا، ورانا مذاكرة للأولاد او حتى كورسات او حاجة كان نفسك تبدأي فيها ومش عارفة تبدأي. تحس ان جسمك تقيل وعقلك عمال يقولك بصي كمان 5 دقايق هقوم، بصي لما هشرب القهوة دي هقوم، او نخليها اول الاسبوع احسن. فال5 دقايق دول بيبقوا ساعة، والساعة بتبقى يوم، واليوم ده بيبقى ندم وجلد ذات. فالنهاردة انا جايالك نعمل حاجة سحرية جدا سرشت عنها كتير قوي وحبيت ان انا افيدك بيها، وهي خدعة ال5 ثواني. ال5 ثواني اللي هتخليكي تغلبي عقلك. فلو انتي وحاسة ان الوقت بيسرقك والتسويف بقى بياكل احلامك، فالفيديو دوت مهم جدا ليكي. حضري المشروب بتاعك ويلا نبدأ. اول حاجة هي ايه اصلا قاعدة ال5 ثواني دي؟ بصي القاعدة دي هي علم في الاعصاب، حاجة كده مبسطة هقولها لك. هو ان مخ الانسان متصمم علشان يحميكي انتي، هيحميكي من اي حاجة فيها مجهود او خوف او تغيير. فلما مثلا تقعدي تاخدي قرارات كتير وهعمل كذا وهعمل كذا، ده بالنسبة للمخ لود كتير قوي، فبيبتدي يعتبر ان ده خطر وبيحاول ان هو يخليكي مكانك، اللي هو لا ما تتحركيش ان ده كتير قوي عليكي. فالقاعدة بتقول ان اول ما تجيلك فكرة انك لازم تعملي حاجة، انك تقومي مثلا تطبخي او تبدأي دايت او تذاكري الاولاد او تكتبي حاجة مهمة، فانت بيكون قدامك 5 ثواني بس قبل ما مخك يفرز مواد كيميائية توقفك مرة كمان. فالحل انك تعكسي الرقم، يعني اللي هو 5 3 2 1، وهقوم اتحرك اعمل اللي انا عايزاه. انت لما هتقومي في وقتها انت جسمك هيشتغل والكسل ده هيروح تماما منك. زي مثلا لما بنقول نعمل الشقة كده، تحسي ان انت كنتي كسولة، لكن اول ما ابتديتي فيها ايدك جابت كل حاجة مرة واحدة وخلصتي اسرع من اللي انت كنت متخيلاه. فالعد العكس ده بيخلي ان دماغك تعمل ان هي تقطع الدايرة بتاعت التفكير السلبي دي وتبتدي ان هي تتحرك. طب احنا ليه كأمهات بنقعد نأجل كتير قوي مع ان احنا المفروض عندنا مهام كتير قوي والمفروض ان احنا نتحرك؟ بصي انتي مش كسلانة، انتي مرهقة. الام بتسوف لان هي شايله قرارات كتير جدا، عندها ارهاق من كتر القرارات اللي بتكررها طول اليوم. بتكرر هناكل ايه، هنلبس ايه، هنذاكر ازاي، هعمل ايه النهارده، هكلم جارتي، هعمل مش عارف ايه. فبيجي عقلك بالليل يقولك ان خلاص بقى كفايه قرارات وخلينا منتخين شويه. فالتسويف عندنا بيكون وسيله بندافع بيها عن نفسنا بان احنا نهرب من الضغط ده. فالقاعده هنا وظيفتها ان هي تنهي خناقه القرارات دي. امتى بقى؟ لما تقومي في 5 ثواني تخلصي كل اللي وراكي وتتحركي. وخلينا نكون صراحة ان اصعب 5 ثواني في حياة اي ام هي لحظة المنبه، انك تدوسي على زرار السنوز او الغفوة، ودي اول حاجة بتهزمك في اليوم بتاعك. فاول ما المنبه يرن زي ما قلنا 5 4 3 2 1، ارمي الغطا وقومي من على السرير. الحركة الجسدية دي بتكسر حالة الخمول اللي في الجسم. انا عارفة ان هي بتكون صعبة، انا عارفة انتي بتكوني مرهقة وسهرانة، ولكن انتي كده كده هتقومي. بدل ما تقومي مصدعة بسبب الغفوة كتير قوي وانك بتأجلي حاجات كتير، قومي مرة واحدة خلاص. هقوم هعمل ايه يعني؟ لو عدت ال5 ثواني وانتي لسه تحت الغطا، فعقلك هيقنعك ان الدنيا برد وان النوم اهم وانك هتضيعي اهم ساعة في يومك. ده غلط. قومي واكسري الدايرة دي تماما. بعد ما بتقومي انتي بقى عايزة تسويفي في شغل البيت، المواعين، الترتيب، الغسيل، الحاجات اللي ما بتخلص، وعقلنا بيكره الحاجات اللي ما بتخلص. فالحل ايه؟ انك ما تفكريش في توضيبة الشقة كلها، غلط جدا. فكري انا هقوم دلوقتي مثلا هلم الغسيل اول حاجة. وزي ما قلنا ان القاعدة 5 4 3 2 1، انك تقومي تتحركي لأول كرسي مثلا محتاج انه يتمسح. انتي بمجرد ما هتعملي كده انتي هتلاقي نفسك بتكملي بقية الشقة، لان الصعوبة دايما بتكون في البداية، والقاعدة دي هي الموتور اللي بيزقك علشان تبتدي. خلينا يا بنات كمان منتبهين للتسويف العاطفي. يعني كتير بنسوف ان احنا نواجه حد بيضايقنا، او حتى نعتذر لولادنا عن حاجة غلط احنا عملناها، او نفتح موضوع مع شريك حياتنا. التأجيل ده بيخلي المشاعر تعفن جوانا وتتحول بعد فترة الانفجار. فأول ما تحسي انك عايزة تعبري عن حاجة صح، ابتدي الكلام. يا فلان انا كنت عايزة اقولك كذا. ال5 ثواني اللي تبتدي فيهم كلام هما اللي هيكسروا حاجز الخوف والقلق اللي جواكي. حتى في الدايت تقعدي تقولي لنفسك انا هبدأ اول الاسبوع، انا هبدأ من يوم السبت. دي كدبة رسمية جدا احنا كلنا بنعملها. يعني
قاعده قدام التلفزيون وشايفه علبه الشوكولاته قاعده بصي بتناديكي كده اللي هو هاتي تاكلي واحده. فاول ما ايدك تروح للعلبه قومي بقى اشربي كوبايه ميه او بعيدي العلبه دي من قدامك تماما. انتي محتاجه فجوه زمنيه تقطع الرغبه دي في انك عايزه تاكلي الحاجه اللي قدامك، والقاعده اللي احنا بنقولها اللي هي ال5 ثواني هي الفجوه دي. كمان في تسويف انا بعمله جدا، اللي هو لما تقعدي تمسكي التليفون علشان تشوفي حاجه دقيقه، يا الدقيقه دي بتقلب بساعه وريلز بقى وطبخ وحاجات انتي اصلا مش هتعمليها. فازاي نتغلب على الحته دي وانتي غرقانه جوه الموبايل؟ اول ما صوت ضميرك كده يقولك بقولك ايه ما كفايه كده، ما تقعديش بقى تقولي طب الفيديو جاي هقفل، طب مش عارفه ايه، لا زي ما قلنا 5 ثواني اقفلي الشاشه وارمي الموبايل بعيد عنك. انتي هنا بتستردي ارادتك المسروقه منك. وكمان ابني عادات جديدة، يعني هل انت مثلا نفسك تقري، نفسك تلتزمي جدا بالصلاة، نفسك تلعبي رياضة، فانتي ما تستنيش المزاج والمود. المزاج عمره ما هيجي للحاجة اللي فيها مجهود. يعني مش مثلا لما يكون مودي جايبني هنزل العب جيم، لما يكون مودي جايبني هببتدي اقوم اصلي والتزم، مفيش حاجة اسمها كده. عمرك ما هيكون في مجهود وهتلاقي جسمك بيقولك ايه ما تقومي تعملي، مش هيحصل كده. فجهزي مثلا لبس الرياضة من بالليل، 5 ثواني قومي البسي وانزلي. القاعدة دي بتعلمك ان الفعل بيجي قبل الشعور مش العكس، يعني انك تعملي الحاجة مزاجك هيجي على اساسها، مش انك تستني المزاج علشان تعملي الحاجة. يعني اكبر كدبة بنصدقها هي ان اقوم اعمل الحاجة دي لما احس اني نشيطة. المشاعر بتيجي بعد الحركة مش قبلها، فلو استنيتي ان نفسك تتفتح على تنظيفة المطبخ او تظبيط ميزانية البيت ممكن تقعدي سنة مكانك. فالقاعدة بتقولك ان ال5 ثواني وظيفتها ان هي تزقك، انتي مش طايقة وانتي فاقدة الشغف. فانك تعدي من 5 ل1 بيخليكي تبدأي بشكل آلي، بمجرد ما تمسكي المواعين او تفتحي اللابتوب كيميائيا كده مخك بيتغير، بتبتدي تتجسمي على اللي انتي بتعمليه. فما تخليش مزاجك هو اللي يسوقك، خلي العد هو القائد بتاعك. انتي عارفة ان كمان القاعدة دي هتمشي مع اولادك؟ انا اتكلمتكم في الحوار ده قبل كده في قاعدة ال10 ثواني اللي بيخليكوا ازاي تعرفي تمسكي نفسك. انصحكم جدا تتفرجوا على الفيديو ده، سيبهولكوا تحت في الديسكريبشن، مفيد جدا جدا ازاي تعرفي ما تتعصبيش على عيالك. المهم انك لما ابنك يغلط وتحسي ان في نار الغضب طالعة كده وعايزة تنفجري فيه، 5 ثواني بس تسكتي، اهدي خالص وشيلي اي عصبية من دماغك. انتي لو سكتي وعديتي من 1 ل5، العد ده بيدي فرصة لعقلك ان يتدخل قبل ما تعملي تصرف تندمي عليه وتخشي بقى في دوامة جلد الذات وانتي قاعدة بتفكري بالليل انا ايه اللي انا عملته النهاردة ده. عارفين كمان انا ايه اللي كان بيضيع وقتي في التليفون او كده؟ ان انا كنت بسوف او كنت بستنى لاني كنت بهرب من الواقع بتاعي. كنت بقعد ابص على الانستجرام واشوف قد ايه الناس بيتها متزين وكويس، انا كنت بقعد اشوف فيديوهات لترتيبة البيت بدل ما ارتب بيتي انا. بصي ده نوع من التخدير، ان الفيديوهات دي بتنيمك جدا، عقلك بيشوف حد بيرتب وبيفرز فبيعمل دوبامين كده في دماغك انك بتحسي انك عملتي الانجاز ده، انت اللي قمتي روقتي وانت اللي خلصتي كل التفريزات دي، انت ما اتحركتيش من مكانك اساسا. فاول ما تلاقي نفسك بقالك 10 دقايق مثلا بتشوفي تنظيفة سجاد لناس غريبة، ارمي الموبايل ده في اوضة تانية. والقاعدة هنا هي حبل النجاة بتاعك، هيشدك من الغرق عشان تركزي في حياتك انتي. يعني كام مرة سوفتي قرار انك تودي مثلا ابنك لدكتور تخاطب، او قرار انك توقفي تعامل مع حد بيستغلك. الغلط اللي بنعمله هنا هو التفكير الزيادة. التفكير الزيادة ده بيولد شلل في ان انتي تعرفي تاخدي قرار. كل ما فكرتي اكتر عقلك هيخوفك من النتيجة اكتر واكتر. فاول ما تقتنعي ان القرار ده صح او ان انتي لازم تقومي تعملي كده لان ده في مصلحتك او في مصلحة بيتك او اسرتك، خدي الخطوة الاولى، انك مثلا تحجزي مكالمة او تبعتي رسالة. القاعدة اللي احنا بنقول عليها دي بتقضي على ان انتي تشكي في نفسك. الشك دوت اللي هو بيقتلك اي فرصة تقومي تعملي فيها اي حاجة. بصي القاعدة اللي احنا بنقول عليها 5 ثواني هيصغرولك المهمة اللي مطلوبة منك في عينك لحد ما تبطلي انك تخافي اصلا. كمان التسويف في ان احنا نفضل سهرانين للفجر، يعني انك تسوفي النوم علشان تنتقمي بقى من يومك اللي ضاع في خدمة الناس التانية، فتقرري تقعدي على التليفون لحد الفجر، فبتصحي مهدودة وعصبية وبتسوفي بقى مهام تانية وتفضلي عايشة في دايرة مفرغة. فبصي اعملي بجد كده الساعة 11 مثلا، اول ما تحسي انك خلاص بقى هتسهري
دماغك عماله تقولك لا اقعدي شويه، سيبي الموبايل من ايدك، اقفلي النور واسرحي مثلا، قولي اي حاجه دينيه حافظاها، شوفي عايز تتكلمي مع ربنا وغمضي عينك وبعدها نامي. هنا بتجبري عقلك انك تحب نفسك وانك تدي جسمك حقه في الراحه. هقول لكم كمان حاجه عندي، ان انا كنت بسوف لاني هعرف اعمل الحاجه بيرفكت ولا لا. لو مش هعرف اعملها كده لا يبقى مش هعملها خالص. بصي الحركه دي كانت بتعذبني، واكيد في منكم ناس كده. فما تسوفيش غسيل الهدوم عشان انت عايزه تطبقيه بطريقه معينه فما عندكيش وقت، وكده تبوظي رصه الدولاب اللي شكلها شيك عندك. فطبعا الهدوم بتتراكم لغايه ما تحسي ان هي عايزه تتغسل مره كمان. ففي جمله قريتها فرقت معايا قوي، هو ان الشيء الذي يستحق ان يفعل يستحق ان يفعل ولو بشكل ناقص. ف5 ثواني قومي اعملي المهمه دي، نجحت بنسبه 50% بس، حلو خير وبركه. المهم انك تكوني اتحركتي. فالقاعدة اللي احنا بنقول عليها هتكسر هوس الكمال، اللي هو لازم الحاجة تبقى بالظبط، اللي هو اصلا الكمال ده نوع من انواع الخوف اللي بيخلينا ما نرضاش نبدأ. في كمان التسويفة بتاعت العيال اللي انت عايزة تقومي تذاكري لهم، فتحسي بقى ان انت اللي بتهربي مش هما. تخشي مثلا المطبخ تمسكي التليفون شوية، انك بصي حاسة ان العيال قاعدة الكتب مفتوحة وانت قلبك مقبوض من الصداع اللي هيحصل. فكده كده هتبدأي. فعدي ال5 ثواني اللي قلنا عليهم واقعدي جنبهم وابتدي بقى اول سطر. ما تفكريش في الامتحان اللي لسه عليه شهور، فكري بس في ال5 دقايق اللي جايين. فالحركة دي هتهدي ضربات قلبك شوية وهتخليكي حاضرة في اللحظة اللي انت فيها اصلا. وبجد كل مرة هتستخدمي فيها ال5 ثواني اللي قلنا عليهم علشان تعملي حاجة كنت بتسوفيها، ثقتك في نفسك صدقيني هتزيد. انتي بتبعتي رسالة لعقلك تقوليله ان انا سيدة القرار بتاعي، انا مش عبدة للمزاج بتاعي. مع الوقت صورتك قدام نفسك كأم مهملة او كسلانة بتتمحي تماما، وبتحل محلها صورة للأم المنجزة، القاعدة اللي هتعرف تبني شخصيتك قوية وولادك هيقلدوكي برضه في ده. والفرق ما بين الأحلام والواقع هو الفعل اللي انت بتعمليه. فمفيش وقت مناسب هينزل فيه وحي النشاط عليكي، مفيش معجزة هتحصل تخلي المواعين تتغسل لوحدها او الكورس انه يتذاكر لوحده. المعجزة الوحيدة هي ارادتك اللي بتظهر في العد العكسي. فانا بتحداكي دلوقتي ان اول ما الفيديو يخلص استخدمي القاعدة دي في اول حاجة تيجي في بالك كنتي مأجلاها، وانطلقي بقى. وبصي حياتك هي عبارة عن لحظات، والفرق ما بين الأم اللي محققة سلام نفسي ونجاح وما بين الأم اللي حاسة انها ضحية هو القرار اللي بيتاخد في 5 ثواني بس. فالقاعدة دي مش بس للشغل، ده ليكي انت كمان، عشان تحترمي نفسك وعلشان تنفذي الوعود اللي وعدتيها لنفسك. من اللحظة دي مفيش تسويف، جربيها دلوقتي حالا في حاجة انت كنتي مأجلاها، واكتبيلي في الكومنت ان انت بدأتي حالا. ولو عجبك الفيديو شيريه لكل أم مزنوقة في التسويف. ولو وصلت لغاية هنا شكرا من قلبي ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي هنزلها، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.